كما كان متوقعاً، الحلقة الثانية من مسلسل وجع القلب حققت ارتفاعاً جيداً، فيما جاء ترتيب باقي المسلسلات المعروضة ليلة أمس في الفئة العامة على الشكل التالي: شركة القمر اختارت أوزغي أوزبيلينجي وقررت الاستغناء عن العربي إبراهيم تشيليكول. القصة بدأت حين أراد كل واحد منهما أن يتقاضى أجر أكثر من الثاني، مما جعل القمر تستغني عن إبراهيم وتعوضه بكيفانش تاتليتوغ، وأنا كنت بختار أوزغي على إبراهيم. حسب الصحفية بيرسين، فإن قناة فوكس تريد إعطاء مسلسل حكاية خرافية فرصة ثانية ولن تقوم بإيقافه قريباً. كما تعاقدت شركة القمر مع المبدعة دينيز أغور لتنضم لأبطال العمل. دينيز شاركت في بطولة اسطنبول الظالمة والغرفة الحمراء. مين بيتابع العمل وشو رأيكم فيه؟ اتضح أن مسلسل عمر المقتبس من الدراما الإسرائيلية شتيسل لن يحكي قصة عائلة يهودية بتركيا، بل سيقوم البطل صلاح الدين بشالي بتجسيد دور المؤذن عمر، وجاري البحث عن البطل التي ستقوم بدور غمزة. وبالأخير بيطلعوه مؤذن بيشرب خمر ونسوانجي. تفاجأ متابعو المسلسل التاريخي المؤسس عثمان بترويج البطل بوراك أوزجيفيت لعرض المسلسل بقناة إسرائيلية، علما أنه نشرنا سابقا أن منتج العمل قام بتوجيه الشكر لهم بمناسبة وصول العمل للحلقة 100، إلى أننا تلقينا العديد من الشتائم والتكذيب من متابعي العمل. غريبة كيف مسلسل عن تاريخ المسلمين رح ينعرض عندهم؟ حسب صحيفة بوستا، فإن عايشة توران التي انفصلت مؤخرا عن قلب نافروز بدأت في مواعدة مراد بوز، وذلك بعد تقاربهما في ليلة حفل نتفليكس الأخير. الأتراك كلهم زي شخصية فريد بمسلسل طائر الرفراف. في تصرف إنساني رائع، العائلة التي تمتلك القصر الذي يتم فيه تصوير مسلسل طائر الرفراف تقوم بالتبرع بجميع أرباح الإيجار إلى جمعية مساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. فريق عمل مسلسل إخوتي يحتفلون بمناسبة وصول القناة الرسمية على اليوتيوب ل4 مليون مشترك. قامت فتاة عربية بالتنمر على الممثلة داملا سولماز، حيث قامت بنشر تغريدة جاء فيها: لماذا تقومين بربط اسمك بأراس بولوت؟ هو لديه حبيبة ولن يقوم بتركها من أجلك أيتها المرأة القبيحة. لترد عليها داملا بما معناه أن الاتهام الباطل جريمة ويمكنها مقاضاتها، كما نصحتها بالنظر كل صباح للمرآة وأن تبدأ في حب نفسها أكثر كي لا تقوم بمثل هذه التصرفات بالمستقبل. أقاويل عن وجود مشاكل وخصام بين هاندا أرتشيل وأختها غمزة، حيث توقفت الأخيرة عن دعم أختها عبر مواقع التواصل كما عودتنا، كما أنها لم تقم بوضع أي إعجاب لهاندا عبر الإنستغرام في الفترة الأخيرة. خبر أن كرم بورسين سيسافر إلى دولة مصر لحضور مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ غير صحيح، حيث سيشارك بمكالمة فيديو فقط. القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة الفراشة الذهبية في فئات أفضل ممثل، ممثلة، مسلسل وثنائي. مين برأيكم انظلم أو انظلمت وما ترشحوا؟ أنا عن نفسي إسماعيل حجي أوغلو يستحق الفوز. بشكل رسمي قررت قناة TRT توقيف المسلسل الصيفي تهويدة البلقان عند الحلقة 20، أي بعد أسبوعين. الممثل سويدان سويداش ينضم لمسلسل شراب التوت في الحلقة 3 بدور كايهان والد دوغا شخصية سيلا تيرك أوغلو. شركة إنتاج مسلسل حياة اليوم قامت بطرد مخرجة العمل بسبب نسبة المشاهدة السيئة، وقاموا بالتعاقد مع فولكان جوجاتر مخرج حلقة والسجين. بشكل رسمي فوركان بلالي بطلا لمسلسل الشبكة الذي سيعرض على منصة TRT. حالة غريبة يمر منها مسلسل هذا العالم لا يسعني، حيث انسحب لحد الآن 3 كتاب من فريق العمل، علما أن المسلسل من إنتاج بطله أوكتاي كاينارجا. شركة إنتاج مسلسل لا أحد يعلم تجهز مسلسل جديد بعنوان حياة حلوة وحب مرير، ويتم التفاوض مع الممثل بوراك ساردار شنال من أجل بطولة العمل.
فعاليات اليوم. غدا يوم ميلاد شيفا سام بطلة التفاح الحرام. ما رأيكم بمسيرتها لحد الآن؟ وما تقييمكم لصوتها؟ ما رأيكم في مسلسل وجع القلب بعد عرض حلقتين؟ وما تقييمكم لأداء الممثلين؟ كويز اليوم، خبرونا في التعليقات ما اسم المسلسل انطلاقاً من البوستر. المغني شاتاي أكمان المعروف بغنائه لجينيريك مسلسل حكايتنا من بطولة هزال كايا وبوراك دينيز قد يحكم عليه بالسجن 10 سنوات بعد هجومه بالضرب على حبيبته السابقة وتهديدها بالقتل. كينان أميرزالي أوغلو ينفي الأخبار المنتشرة حول بطولته لمسلسل جديد لصالح قناة فوكس، وقال في لقائه الأخير: لدي عرضين أعجباني وسأقبل واحد منهم، لكنهم على منصة رقمية وليس تلفزيون. فشله الكبير بمسلسل الفاتح عمل له عقدة من الريتينج. تلقت البطلة الجديدة لمسلسل قلب أرسلان كايرا زابجي انتقادات كثيرة من متابعي العمل بسبب سوء تمثيلها في الحلقة الماضية حسب رأيهم، وجاءت أغلب التعليقات على أن فهرية إفجان أتقنت الدور أفضل منها. للحقيقة ما في حدا لاقى على التاريخي أكثر من إبرو شاهين. انطلق أمس تصوير المسلسل التاريخي خير الدين من بطولة تولغهان سايشمان. العمل سيستكمل أحداث مسلسل الإخوة بارباروس وسيحكي عن خير الدين بارباروس. بيرجي أكالاي صرحت أن المسلسل الرقمي المقبرة تم تجديده لموسم ثاني وثالث، والتصوير سيبدأ بعد انتهاء تصوير الموسم الجديد من رحلة الطيور. التقطت عدسات الصحافة شكر أوزيلدز مع حبيبته الجديدة الممثلة والكاتبة بشرى جيبي. في الفترة القادمة سنشاهد عرض 5 مسلسلات: الصياد، يوم الصفر، سباهي، رجل العصا، ومسلسل طيور النار. جلسة تصوير سمية التي تقوم بدور تلميذة في مسلسل اسمعني. كواليس مضحكة من موقع تصوير مسلسل القليل من ضوء النهار. رقص نجوم مسلسل 3 أخوات في عشاء لفريق العمل.